تحدد المكان الخاص تحدد المكان طبعا. فبعد كذا يجي دور الاخوان الايقاعيين، المؤدين، الكورال، يجوا كل واحد حسب ظروفه، تذاكر موزعه عليهم من قبل النادي طبعا مجانا، تذاكر يخشوا الملعب، يبدا تشجيع المباراه. طبعا تختلف بعض الاحيان مباراه عن مباراه اخرى من ناحيه التحضير. يعني مباريات، هذا السؤال انت حركته علينا يعني في مباريات الكبيره مثلا او الديربي او النهائيه، نعم، التحضير ما يكون من 2 الظهر، يكون مثلا قبلها بيوم يومين؟ لا اكيد، هي المباراه النهائيه مثلا تعرفت انه النهائي وصلوا الفريقين للمباراه النهائيه، وتعرفت انها بعد 5 ايام. حلو. المباراه النهائيه نبدا نحضر للمباراه، ان كانت في جده فلها تحضير داخلي، ان كانت في الرياض لها تحضير خارجي بالسفر طيب التحضير استاذ صالح يكون ممكن تألفون أهازيج خاصة للمباراة ولا لا؟ ممكن. طيب ايش رايك؟ احنا طبعا قبل ما نبدا التصوير في بعض الاخوان من اداره الاتحاد قالوا لازم استاذ صالح بين كل فاصل وفاصل يعطيكم اهزوجه، لان صوتك يسمونك بلبل الاتحاد. ما في مشكله. طيب تعطينا حاجه كذا. في بعض الاشياء مميزه تبقى في الذاكره يعني. فكان في مباراه نهائي كاس اسيا بين الاتحاد ونادي العين الاماراتي. حلو. قلنا الاغنيه على اساس انه ملعب نادي العين في الامارات اسمه ملعب القطاره. حلو. هو الملعب اسمه ملعب القطاره. فقلنا نجيب اغنيه على هذا الكلمه. فظبطنا لحن كده، ولما جو هنا هم لعبوا ضدنا طبعا في جده. ردوا عليكم؟ لا احنا هذه هم نحن نستناهم يجوا. فهم جو طبعا، كان العمده كذا بيداعبنا شويه. يقول هناك، يقول ناكل واكل الرمانه، وجاي معاه رمانه في الملعب او تفاحه. ونخلي جده حيران. حلو. فقلت له نحن ما همنا القطاره. قدامك البحاره، هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد احنا نلعب. حلو. بس فقلنا هذه، فكانت دي من الاشياء المميزه. فقلنا فيها ما همنا القطاره، الكورال بيقول هي بالله قدامك البحاره، هي بالله هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد احنا نلعب. هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد احنا نلعب. رجالك الخيالة بالله للاتحاد ميالة بالله، ورجالك الخيالة بالله للاتحاد ميالة بالله. وهذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد احنا نلعب. هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد احنا نلعب. منقاوي يا منقاوي، منقاوي يا منقاوي، والقلب لك ميال، والقلب لك ميال. غنينا الاغنيه هذه، كانت لها هول قوي. صح. الملعب كله كان يغنيها. ففي ذي من الاغاني المميزه اللي ما تتنسي يعني. السؤال اللي يعني يخطر ببال المشاهد كثير، عندكم بروفات، اجتماعات خاصة للرابطة قبل التحضير مثلا الأهزوجة، بحيث انكم مثلا ممكن تعدلون كلمات معينة، تشيلوا كلمة معينة، تعدلوا في اللحن؟ لا، هي البروفة انا اعملها ومعايا يمكن 6 أو 7 اشخاص من الناس اللي تاريخهم معايا طويل في الرابطة. فبعض الاحيان يصير في تعديل، بعض الاحيان تلقى استحسان من الجميع. انه طبعا بيجتمع بعض الاحيان بعض الاخوان اللي هم عندهم حس الملعب، لانه الملعب هذا يختلف عن الاغاني، لازم يكون له حس مختلف، شيلاته قويه وعاليه ففي بروفات نعملها 6 أو 7 اشخاص، ان كان في المكتب هنا او في بيت احد من الحبايب او على البحر. نعملها في جلسات خاصه. بعدين البروفه الكبيره تكون في الملعب بعد صلاه المغرب مباشره، قبل المباراة. قبل المباراة نعمل بروفة في الملعب. فهذه غالبا ما يكون عن الهزيجة الجديدة اللي نعملها، يكون بروفة مصغرة من 6 7 اشخاص، او مع صاحب اللحن او الكلام اللي جابوا لنا في مناسبة يتعاونوا معنا. ما شاء الله عندهم حس كويس للملعب.
الكلمات الخاصة بالأهازيج الخاصة بنادي الاتحاد، أي. هل أنت تولى تأليفها بالكامل ولا أنت يمكن لا، جاوبتنا على جزء من السؤال؟ لا مو شرط، مو شرط، يعني بعض الأحيان الإخوان ما بيقصروا. يعني في الأخ أستاذ فؤاد معاوي صاحب الأغنية الشهيرة 1 1 والتي نمبر 1، هذه طبعا طبعا هذه كلماته، أنا عملت لها لحن خلال 3 أيام. أخذنا كأس آسيا ما شاء الله، وكان الفريق يلعب في اليابان نهائي وكسبنا الكاس وجو استقبلناهم بهذه الأغنية. فطبعا هذا من الناس اللي ما شاء الله عليه يعني بيقدم حاجات جميلة للاتحاد. في الأستاذ خالد زيلعي هذا ملحن أصلا وكاتب برضه كلام، عنده أشياء جميلة وبيقدم دائما حاجات حلوة للاتحاد. فمو يعني مو أنا اللي أكتب كل شيء، يعني أنا يعني بقول أغلب شيء أنا بكتبه وبلحنه على أساس أنا عايش الحدث والجو في الملعب. حلو. ويعني عندنا شوية تعبير بسيط كذا نكتبه نسويه للملعب. طريف يعني إضافات ممكن. إضافة إلى إنه نحن نستعين بالألحان التراثية الشعبية القديمة، نستخرج منها بعض اللزم، بعض الكوبليهات نضيف عليها كلام مرتب، زي أغنية ياكلك هذه من الأغاني الشهيرة في المدرجات. هذه من التراث الشعبي، ما هي لأي أحد. التراث الشعبي للمزمار الشعبي أخذناها اشتغلت كويس معانا في الملعب وصارت من الأغاني الشهيرة في الملعب. بكل صراحة بنتكلم نشوف ما راح أقول كل الأندية أو أغلب الأندية غير نادي الاتحاد يعني يقتبسوا أحيانا بعض الأهازيج من نادي الاتحاد ويحولوها النادي. بالنسبة لصالح القرني يعني هل تزعل؟ عادي عندك الموضوع؟ لا عادي. تصير ممكن تاخذ منهم حاجة برضو في نفس الوقت؟ عادي. لا احنا ما عمرنا أخذنا من أي مدرج أي أغنية. ما شاء الله تبارك الله. نادي الاتحاد زي ما هو النادي الثمانين الوقور، جماهيره وقورة، ما استحيل ياخذ شيء من أحد. لكن في نفس الوقت نحن نقتبس من التراث الشعبي. التراث الشعبي هذا فيه لزم وكوبليهات نستخدمها وما هو عيب أصلا، لأنه فنانين كبار احنا صح يعني على قدنا يعني. ففي فنانين كبار بياخذوا من الكوبليهات القديمة، من الموشحات القديمة، من الأغاني الممتازة اللي أثرت في الساحة زمان، بياخذوا منها كوبليهات ويضيفوها ويعملوا أغانيهم اللي نسمعها دائما. فإحنا مو عيب أننا ناخذ، أو مو عيب أي شخص ياخذ من أي شخص لحن وكلام. بس أنت ما أنت زعلان؟ ما أزعل. ما عندك مشكلة؟ أنا أفرح إنه أنا أسمع كلامي يتقال. طيب مشاهدين، احنا بناخذ فاصل قصير وبنرجع نكمل معك. هلا فيكم مشاهدينا بعد الفاصل القصير، ونرجع نكمل مع ضيفنا الأستاذ صالح القرني. أستاذ صالح مرحبا فيك مرة ثانية. أهلا وسهلا حبيبي. الجزء هذا يمكن نتكلم أكثر عن نادي الاتحاد ودعمه لرابطة الاتحاد، بس أنا في سؤال صراحة أبغى أبدأ فيه معك. نعم. التشجيع والرابطة ياخذ من وقت أسرة كثير؟ طبعا هو ياخذ أكيد، خاصة في المباريات اللي تكون خارج جدة، لكن داخل جدة طبعا هو الوقت من الظهر إلى الساعة 11 مساء أو 12. هذا دوامك اللي في المقر؟ لا، هذا الوقت ناخذه أثناء المباراة. حلو. إنما في الأيام العادية لا، طبيعي. طيب لكم مقر في نادي الاتحاد كرابطة؟ لنا مكتب لرابطة المشجعين في النادي، وطبعا في حالة اجتماع أو في حالة أي بروفة نعملها أو أي شيء، طبعا النادي مهيأ إنه يعمل يجهز لنا مكان نجتمع فيه، نعمل بروفاتنا فيه، فما في مشكلة يعني. أنت كصالح القرني رئيس الرابطة، هل لك اجتماعات دورية أو دائما مع رئيس نادي الاتحاد؟ والله إحنا في نادي الاتحاد بصراحة لا عندنا اجتماعات دورية ولا أي شيء، لكن الوقت اللي أنا يحتاج فيه النادي إنه أنا أقول شيء شفته غلط أو شفت شيء مو مناسب أو عندي رأي من أحد الجماهير، أي وقت أنا ممكن أخش لنادي رئيس النادي أتكلم معاه، في نائب الرئيس، المشرف على كرة القدم، مدرب الفريق، ما عندي أي